بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين يا حبايبي دي قشطة مطلعينها من 2 كيلو لبن. شايفين كمية قد ايه؟ شايفين ايه؟ تمام. وشايفين بقية 2 كيلو لبن اهم عندنا. بصوا جميل، بصوا عاملة ازاي. شايفين الجمال؟ شايفين؟ بصوا نطلعها ازاي اهي اهي اهي. شايفين الجمال؟ عملنا الجمال ده ازاي، وازاي نستفيد من اللبن في الصيف، وازاي من اللبن نقدر ناخد اكبر كمية من القشطة. زي ما انتوا شايفين كده اكتر من ربع كيلو قشطة طلع لنا. وادي كمان دي هنقدر نعملها جبنة قريش. شايفينها متماسكة ازاي وجامدة ازاي، وده كله في الصيف. فانا حبيت اعمل الفيديو ده لان ناس كتير بتشتكي ان لبن الصيف مش بيقدروا يعملوا منه جبنة قريش او ياخدوا منه قشطة بما فيه الكفاية. فحبيت اعمل لكم الفيديو ده. خليكم معايا هنشوف وصلنا للمرحلة دي ازاي وعملناها ازاي. وبعد كده هنكمل بقى ونشوف هنعمل الجبنة القريش ازاي، اللي ممكن نستخدمها في اي حاجة. نعمل بيها جبنة قريش اوكي، نعمل بيها جبنة ونحطها في التشيز كيك، ممكن كل شيء جايز. المهم انا عايزة اوريكم كم القشطة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. بسم الله ما شاء الله. اللبن يا جماعة الخير بتاعه جميل جدا جدا. خليكم معايا نشوف عملناه ازاي. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله بنتعلم فيه ازاي نروب اللبن في الصيف وناخد منه اكبر كمية من القشطة. فتعالوا اوريكم الطريقة. اول حاجة جبنا اللبن بتاعنا. هو طبعا بيبقى بيجي من عند اللبان ساقع، فبنحطه في حلة زي ما انتوا شايفينها دي، او لو عندكم اي وعاء تاني بتفضلوه، وبندفيه شوية على النار. لان زي ما انتوا عارفين احنا طبعا دلوقتي في الصيف وفي الحر الشديد ده اللبان بيحط اللبن بتاعه في الفريزر او في التلاجة، فلازم ندفيه شوية ونركنه بره على الرخامة مثلا او في فرن البوتاجاز لمدة ساعتين. وبعد كده بناخده نحطه في التلاجة ساعتين تاني، وبعد كده بنخرجه يروب بره. تعالوا بقى نشوف القشطة اللي هتطلع منه عاملة ازاي، ونشوف هنعمل فيه ايه. خليكم معايا. بعد ما يروب يا جماعة اللبن بره ونتأكد ان هو راب، ما بياخدش وقت خالص في الحر اللي احنا فيه دون. تمام. طب نعمل ايه؟ بناخده تاني نحطه في التلاجة. انا بس عايزة اوريكم كمية القشطة اللي طلعت منه اهي، وطالعة مش مخلوطة بالجبنة او بالطبقة اللي بعدها، سواء بقى كانت رايب او جبنة او الحاجة اللي انتوا هتعملوها. شايفين يا جماعة اهي، واخدين بالكم اهي بنلمها كده بالراحة علشان هننقلها في طبق اهي. نشيلها كده ونحطها هنا. الخطوة اللي احنا بنرجع فيها تاني اللبن بعد ما راب الفريزر او التلاجة، بيخلي الطبقة اللي فوق بتاعة القشطة تجمد علشان نعرف نفصلها لوحدها زي ما انتوا شايفين كده.
آه هنبدأ دلوقتي ناخد الجبنة بتاعتنا. انا حضرت المصفى دي، على فكرة ممكن نجيب شاشة والكلام اللي هم بيقولوه دون او حصيرة، لكن ايه بنقدر نستخدم اي حاجة. يعني انا هستخدم المصفى دي علشان اصفي المية. فزي ما انتم شايفين كده اهو هنبدأ نشيل. بصوا طالعة معانا قطعة كاملة ازاي اهي، وهنبدأ نحطها هنا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين يا جماعة اللبن بتاعنا علشان هو جاي من مصدر كويس، فرب بسهولة اهو، وطلع كل ده. يعني دول 2 كيلو لبن. طلعوا كم القشطة ده وطلعوا الجبنة دي. انا جايبة اللبن ده ب30 جنيه كيلو. يعني لو حسبنا هنلاقي القشطة دي لوحدها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. لو هي مش هقول تلت كيلو، هقول ربع القشطة ب65 جنيه لوحده. ده غير الجبنة القريش او الجبنة اللي احنا هنطلعها دلوقتي. ايا كان هتعملوها بايه، يعني ممكن قلت تبقى جبنة قريش، احط عليها شوية ملح وتبقى جبنة قريش. ممكن احتفظ بيها جلعة واستخدمها في التشيز كيك او في الحلويات لما اضربها في الكبة بتاعتي اهو. بسم الله ما شاء الله. هنسيبها بقى تصفي هنا، وهنكمل برضو بقية شوية الجبنة الباقيين دول. انا رشيت هنا شوية ملح، رشيت شوية ملح هنا علشان تساعد ان هي المية تنزل. واللي باقي ده زي ما انتم شايفين هنعجن بيه اي حاجة، يا اما قرص يا اما عيش، اي حاجة. تمام. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، ويا رب تجربوا الطريقة دي وتستفيدوا من خيرات اللبن بتاعنا. بسم الله ما شاء الله. واشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتصلوا على الرسول الكريم. احنا حطينا هنا شوية ملح زي ما قلت لحضرتك، ممكن نحطه هنا على الحلة علشان تصفي الشرش بتاعه. اشكركم شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.